يا علاوي نجد علة مراويح السحاب ديرة فيها تربيت يوم إني صغير. يا طبيب النفس عطني علاج الاكتئاب، أعطني وصفة علاجك، ترى وضعي خطير. عشت في غربة حقيقة وفي وضع اغتراب، التجارب علمتني على الشيء الكثير. شفت ناس تزرع الورد في صدر الغراب، والغراب اللي بغيت ألمس الوردة يطير. واستفدت من الذيابة ومن نبح الكلاب، واستفدت من الرغاء واستفدت من الهدير، ولا كسبت إلا معرفة عزيزين الجناب، ولا خسرت إلا معرفة عديمين الضمير. أقترب لا ما أقترب شيء بعض الاقتراب، أبتعد لا ما ابتعد شيء في حقي كبير. يا سؤال كل مطرحك ملقالك جواب، يا سؤال كل مطرحك ملقالك جواب. ما لنا إلا الصبر، وأهل الصبر توعد بخير. وصف خلان الرخا مثل ضحضاح السراب، يفرح العطشان شوفه يحسب انه غدير. للردي لو هو ولد عم لا تحسب حساب، كم عزيز ذل هالوقت بضيافة حقير. الدروس أنواع تطبيق ولا بانتساب، بس أنا اللي طبق الدرس قدام المدير. يا غريب إن مت خذني ليا هاك الهضاب، يا غريب إن مت شلني ليا هاك الهضاب. حط قبري بين عنتر وبن عمه زهير، حطني في مقبرة عبس مروينا الحراب، حطني بعلى علم عبس مروينا الشطير. ونعسرك الوقت نطلع ونرجع للتراب، ويارث الأرواح الإله الأول والأخير. أول الدنيا طرب ووسط الدنيا عذاب، وآخرتها الموت والقبر وحساب عسير. يا جزيل الملك يا كافل رزق الذباب، يا إلهي من عذابك برحمتك استجير، يا إلهي من عذابك برحمتك استجير. عيد بن مربح الرشيد رحمة الله على الشاعر الكبير العملاق عيد بن مربح الرشيد. سعد الله مساكم بكل خير متابعينا مشاهدينا الكرام، ومساك الله بالخير يا ابو عوض. ينفعك ويطول عمرك. شاعر كبير وقدير وانا واحد من جمهورك. اولا اعتبرني واحد من جمهورك، من محبتي لك اليوم، واخذ المهنيه في تقديمك واداره الحوار معك، وعسى الله يقدرنا. اولا الكبير الله عز وجل، شكرا على هذا الاطراء. والحقيقه اني انا اللي من جمهورك يا بندر العتيبي، من سابق الوقت في التلفاز وفي التواصل الاجتماعي، وكثر الظهور للشاعر قد يؤثر عليه، لكن مع مثلك وشرواك هذا مكسب. واتمنى من الله عز وجل ان نقدم شيء يرضي الله عز وجل، ثم يرضي ذائقتك وجمهورك وجمهوري العزيز. الله يرفع قدرك ويعلي منزلتك، وأكرر الترحيب بجميع من انضموا إلينا متابعينا الكرام، من شعراء ومن إعلاميين ومن محبي للشعر ومن جمهور بن زهرة. أنا تراني قلت عاد تراني من جمهور بن زهرة، بس ما يعني هذا أني أتخلى عن مهنيتي. الله يرفع قدرك ويعلي منزلتك. بن زهرة أنا أشهد اللي في الملاقى لابه، وأنا أقول أنا أشهد الكلاب تنتنوم وسوفخر بني تنظيم قحطان، والله 70,000 نعم. ما عليك سود، رفع الله قدرك. هذا شطر من أبياتي لك في قحطان، وقلتها واحتموها أيام كنت في مسابقة شاعر القلطة اللي أنت حصلت عليه، حصلت على المركز الأول. سؤالي الأول لك مباشرة، ها الشاعر اللي وصل إلى مرحلة متقدمة وضوء كبير، وربما تكون المسابقة الأولى، وتصحح لي إذا كنت مخطئ، هي ولا شعر معنى، وأخذ المركز الأول، بعدها اختفى. ليه بعدها الشطر هذا ولا بتقاموا معك وأخذت المركز الأول ثم تختفي؟
أولا هذه قصيدة قلتها في نفس المسابقة، وقصيدة طويلة. أنا أشهد اللي في الملاقى لعبة أعتز فيهم في يلقى العدواني، اللي إبليس يوهقه يلقاهم حتى يتوبوا يلعن الشيطان. نعم هذه قصيدة طويلة. وعلى كل حال أنا في المسابقة ما دخلت هذا المسابقة على أني أحصل على المركز اللي حصلت عليه. أنا عندي طموح حقيقة مثل غيري من الزملاء والشعراء اللي شاركوا في قلطة الوطن، وفي شاعر المعنى، أو في شاعر المليون. ما في شاعر بيشارك في هذا المسابقة إلا له طموح ويتمنى أن يتحقق طموحه. ولكن أنا كان الهدف من دخولي في ذا المسابقة أن أعرف على مستوى الساحة الشعرية، ولله الحمد توفقنا وحصلنا على المركز الأول. وأنا صابني ظروف بعد الفوز، وأذكر لك موقف طريف، ولا هو طريف، موقف واقعي من الشاعر سالم الشلاحي الله يمسيه بالخير. كنا في النهاية ونتمشى أنا والشاعر سالم الشلاحي والشاعر شاهر العنزي وبعض من الزملاء، قالت لي الوالدة والله اني اتمنى يا سالم الشلاحي انك ما تتاهل في ذا المسابقه. اللي بيحصل على هذا الجائزه الثمينه وعلى هذا الشهره بيدفع الثمن غالي. فعلا يا ابو نايف، اخوك اللي امامك اكثر الجمهور ما يدري عن ايش حدث له. دفعنا الثمن غالي، ولكن لله الحمد والمن. حصل لي ظروف قاهره يمكن سنتين، واكثر زملائي مطلعين على هذا الظروف. صار حادث على ولدي وهو في الكليه الجويه في الطيران، اول ثاني سنه في الكليه، وبقى في العنايه حوالي 6 شهور والله الحمد، وعطاه الله العافيه. ونفس الوقت صار علي ما هو حادث، دهست لي بنت عمرها تقريبا 2 سنين، صغيره اصغر العيال ولله الحمد، وتوفت. برضه صار علي حادث شنيع، جاء فيني من التشوه في وجهي، ولكن الحمد لله على حكمه. صابني ظروف ابعدتني عن المحاوره فتره بسيطه، ولكن بعدها متواجد يا ابو نايف. تجد الحفله اللي في الجنوب ان سعيد بن زهره متواجد فيها، كذلك الحفلات اللي تكون عند قبيلتي الحباب، قبيله من اكبر قبائل قحطان، سواء تكون في الجنوب مع الأكسود، سواء تكون في الجنوب او في نجد او في الخليج، تحصل سعيد بن زهره من ضيف مضيف. اولا هذه بالنسبه للتاخير. وانا ما اخفي عليك يعني ما اضافت لي شيء قلطة الوطن الشيء الكثير يعني الا معرفه الناس بي، ولا كان الاعلام في وقتها قليل، وكان التواصل الاجتماعي قليل. والان الحمد لله رب العالمين متواجد بين زملائي في الجنوب. اولا حسستني بالذنب يا رجل في هالسؤال بعد ما ذكرت لي ما مر بك، والحمد لله شيء مقدر ومكتوب. وطمنا عن ولدنا عساه بخير. ابشرك، هو الان في القوات الجويه نقيب على مستحق رايد له سنه وطيب، وابشرك نحمد الله. عسى الله يقر عينك فيه. الله الحمد لله على السلامه. الناس ما عندهم خير، لابد هم يفكرون ان المسابقه يعني وحصلنا على هالجائزه، والجائزه هذه وراها التزامات، وراها امور ما يدري بها الا اللي يشارك في هذه الامور. في واحد يطلبني يقول فك القلاب يا بندر على خشمه. يرفع قدرك. انت قلت بحثا عن الضوء، انت في حاجه الضوء يا اخي. انت ملعبك مع رحمه الله عليه رحمه واسعه عبد الله بن شايق. عبد الله اعتقد انه منبر ووسيله للانتشار وقاعده جماهيريه حتوصل اكثر من المسابقات. اي شاعر حيلعب مع عبد الله رحمه الله عليه رحمه واسعه. ما انت في حاجه الضوء. بقول لك احنا خلقنا من طمع. اول حاجه فانا اللي اخذ بيدي الى ساحه المحاوره هو الشاعر عبد الله بن شايق رحمه الله عليه.
من بداياتي حقيقة، وكان أول لقاء في ساحة المحاورة مع الشاعر عبد الله بن شايق رحمة الله عليه، ومع الشاعر عبد الله العير رحمة الله عليهم جميعا. هم ما يبغون منا الا الدعاء الآن، والمفروض ان الزملاء اللي سبقوا يرحمهم رحمة واسعة المفروض ان ما نذكرهم الا بالخير، واذا فيه شيء من الهفوات او سبحان الله ما هو بالمفروض، الواجب يا ابو. اي نعم، ان ما نذكرهم الا بالخير، لاني اشوف تطرق بعض الناس للشعراء اللي ماتوا، وهم هذه الطريق اللي كلنا رايحين لها. اما سبقونا وحنا سابقون وحنا لاحقون، لكن نسال الله حسن الختام. لهم يرحمهم برحمته. نعم، فاخذ بيدي عبد الله بن شايق، وانا العب في نجد والعب في الجنوب والعب كذلك في الخليج، ولكن الحجاز اول دعوه وجهت لي بعد مشاركتي في قلطة الوطن في الكويت عن طريق مكتب القصير الله يمسيه بالخير ابو ساير. كان عندي 3 حفلات متتاليه الاربعاء والخميس والجمعه في اول ظهوري في الكويت، وهذا شيء كنت اتمناه، لان اللعب في الحجاز ما اخفي عليك له طابع خاص. جمهور الحجاز يختلف، صفوف الحجاز تختلف، الحجاز مميز عن غيره، ومهما كانت الظروف. ولا الان المحاوره منتشره في انحاء المملكه وفي الخليج، حتى في بعض من دول العرب. في الاردن لعب بعض الزملاء في الاردن قبل فتره، فالحمد لله هذا كان هدفي. ارحب مرحبا وسهلا. الجمهور اللي داخل المسابقة خصوصا شاعر المحاورة، الأهم عنده الجمهور ولا درجات لجنة التحكيم؟ لأنك أنت قلت لي أبي الجمهور يعرفني أكثر، فهل هذا يعني مسج من بن زهرة أنه الجماهير أهم عندي من الفوز ورأي لجنة التحكيم؟ والله أنا يا أبو نايف الإجابة بعطيك إياها بالصراحة. أولا لجنة التحكيم لهم أهمية حتى عند الجمهور. لجنة التحكيم أعتبر لها نص الدرجة يعني، ولها نص التوجه، والجمهور عندي شيء كبير. فأنا أهم من اللجنة؟ لا، ما أنا بقول لك صحيح، لكن أعتبرها 50% للجنة و50% للجمهور. وجمهوري عندي هام حقيقة، لأن اللجنة لجنة واعين وعطوا كل ذو حق حقه، ودخل عندهم عمالقة شعراء كل منهم طمعا في الفوز، وما قصروا عند أحد يعني حقيقة. ما حد تضجر في مسابقة قلطة الوطن أبدا. حتى شاهر العنزي؟ شاهر العنزي وصل لقلوب الجميع يعني، أكثر من ابن زهرة اللي خذ الجائزة. وصل شاهر العنزي، وأنا أعتبر أخوي شاهر العنزي وزميلي الغالي الوفي معرفتي به وزمالته عندي مثل فوزي $1,000,000 وبيرق قلطة الوطن. انت براسك والله هذا الصحيح. وعلى فكرة يوم ذكرنا شاهر كان فيه نايف العنزي سالم الطيري. اي نعم، شاعر قديم. نعم، فارسل لي البارح بيتين: مرحبا يا شاعر اللي على الساحة مكان، شاعر يعجز وكل العرب ما تعجزه، يا بن زهرة حلنا ثار عندك من قديم، والعرب تطرد ورا الثار حتى تنجزه. الله، بيت جميل في التواصل الاجتماعي البارح، وانا اقول لها البقاء وارحب ترحيب صبيانك حطان. كيف يا بن زهرة يقول هو عفوا ترى يقول لنا ثار عندك من زمان، واقول له مرحبا البقاء وارحب ترحيب صبيانك حطان، بالوفي اللي بعث لي بيوت مميزه، لا تقول بيننا مشكل حنا اخوان، مسلم سلم على صاحبي سيف عنزه. شهر العنزي لقب سيف عنزه في قطعة الوطن. يا سلام يا سلام، مسي عليه بالخير. وعلى اللي كانوا معكم ذكر سالم الشلاحي الله يذكره بالخير، شاعر قدير كبير، ومجموعة من الشعراء.
الله يمسي ابو نواف بالخير، وكذلك نايف العنزي، شكرا على هذا الابيات الطريفه اللي سالها لي. طيب الجمهور، هل حققت الجمهور والمبتغى وتفاعلوا معك، ولا كفاهم ابو الهيمد كلش؟ لا الجمهور وصلني الى النهائي يا ابو نايف، وابو الهيمد دعمني في المرحله الاخيره، والمرحله الاخيره دائما في اي مشروع كان تحتاج قوه. وابو الهيمد في المرحله الاخيره الشيخ محمد بن زايد الخيارين والشيخ محمد بن عجيان الحبابي قاموا بالواجب ودعموا دعم لا محدود. ولكن الحمد لله انا وصلت الى الدور النهائي بتصويت الجمهور وبدرجات اللجنه. صدقا، هل استفدت من المسابقه اكثر مما استفدت مع عبد الله بن شايق رحمه الله عليه وما لعبك معه؟ انا جماهيريا اتكلم. انا بقول لك حاجه، استفدت من المسابقه، انا عرفت على مستوى اوسع، ولكن الموهبه هي الموهبه، وعندك انا اتكلم جماهيريا. لا جماهيريا من سابق المده. انا ليلتي واحده مع عبد الله بن شايب في قصر المنار ليله 11/4/1418 بدايتي كانت بدايه حريقه، وكان الجمهور جمهور عبد الله بن شايب وغيره توجهوا مع هذا الشاعر. جبت موال كذا طريف، موال زين، وجبت غنيت مع عبد الله العير رحمه الله عليه بشراسه، وكانت بدايه، وكان بعضها سطحي ما يخفاك يعني، لاني ما اعتبر ان تعمقنا في المحاوره وفي المعاني وتركنا بعض الامور وبعض الشراسه الا في الاونه الاخيره من 5 سنوات. حلوه الشراسه منك، انت من كل لعبك شراسه، ما عندك الا شراسه ما شاء الله تبارك الله. الشراسه يا ابو نايف من طبع الرجال، الضعافه ضعافه، ولكن شراسه في حدود المعقول. شراسه اولا شراسه شعر. اي نعم، يحترم الرجال الشاعر وقبيلته، لانك اذا سبيت قبيله الشاعر اعتبر انك سبيت قبيلتك، فتحت مجال على نفسك، وهذا ما هو بواجب لاي شاعر. وانا اعتبر اليوم من فيه صحوه كبيره للشعراء ككل. كانت بدايه المحاورات يا ابو نايف تعرف قبيله وامور، وتدرجت، واضيف لها وعلى ايام مطرق الثبيتي وعبد الله المسعودي نقلوها نقله حلوه، واتبعوه زملائهم من بعدهم حتى وصلوا الان الى ذروه المحاوره. حتى يوم كانت على المواضيع حول القبيله وما القبيله لم يذكر انه صار خلاف بين شاعرين وانهم وصلت الى على قولتهم لمسه الخشوم ولا اخذوا المشاعيب على بعض. لم يذكر التاريخ المحاوره انه في قبيلتين صار بينهم زعل بسبب شعراء محاوره. كانت موضوع يتداول وكان مقبول وكان يبدا وينتهي في الميدان، ولو عادت القبيله في بعض المواضع. اعتقد انه الشباب اليوم حينهجون منهج عمالقه شعر المحاوره الراحلين رحمه الله عليهم. 4/11 وجبت موال يوم 11/4/18. نعم، هو اللي جبت انت فيه تقريبا لحن جديد وموال جديد. نعم، انا هذا اللي لفت نظر الجمهور. اول جيت في الحفله وانا ماني معزوم، لكن الطمع في حضوري مع عبد الله بن شايق ومع عبد الله العير رحمه الله عليهم، وان كنت ان حصل لي مجال غنيت معهم. تاخر الشاعر عبد الله بن شايق ولعبت مع عبد الله العير وهو البادي طاروق ما يقارب ساعه كامله. كان فيه نوع من لا غير النزول، النزول ما حصل منه نزول، لكن فيه نوع من الشراسه. وعبد الله العير رحمه الله عليه شاعر شرس. وبعدها حضر عبد الله بن شايق وغنى هو ويا عبد الله العير رحمه الله عليه، وانا جلست ما قمت. وقاموا يطالبون الجمهور
بي اني اغني معهم، وغنيت موال وطلبت عبد الله بن شايق وغنينا عليه، وكان الموال لفتة نظر او كان نقله. أسولف يا أخي، الله يرحم والدينا ووالديك. واحد كاتب من حط المسعودي مع مطلق فقط مجاملة والمسعود. يا أخي الله يرحم والدينا ووالديك، اكتب رحمهم الله، ادع لهم. ما هو مجال يا أخي إن هذا اللي طور ولا يا أخي ما هم في حاجة والله العظيم. يا أخي اكتب رحمهم الله ولا ريحنا منك. لعبت ذاك الليل وكما ذكرت أنه أنت غير مدعي وجبت العيد، غلطت على الشعراء. قلت لعبد الله بن شايق ما غيركم في الحفل نحسب حسابه، ومن زعل وش يقول من الشعار يضرب براسه. انا بالنسبه لي من كان غير عبد الله العير. فيه شعراء والله ما يحضرني اسمائهم يا ابو نايف الان، وانا هذا قصف انشطاري يا اخي. انا بقول لك حتى اللي جالس. لا انا يا ابو نايف قلت بيت اقول ابن شايق نعرفه من علومه ما جهله، وانت تعذرت تقول لي غيره بديل. انا طمعي في شاعر له مكانته في الساحه، وانا مبتدي ولازم ان يكون خالف تعرف ما يخفاك شيء، ولا انا ما اقلل في حق اي شاعر. وهم الشعراء اللي موجودين ذاك الليل كلهم كانوا افضل مني شعر وجماهيريه، وانا جيت قد حصل مني هذا الموقف، فانا اقدم اعتذاري لهم ولك الان. والامر ترى كلها مثل ما قلت لك خالف تعرف شيء يتناقلونه. لا وربما كانت وسيله للفت انتباه. نعم. الاسبوع الثاني جيت عن طريق عبد الله بن شايق في المزاحميه في حفله حجز لي من هو شخصيا رحمه الله عليه. كان الحفل عند ابن عمه وابن عمه الان الله يمسيهم بالخير جميعا، عند الحواصل ربعه الخاصين. كان منهم ضويحي بن ظافر الله يمسيه بالخير، رجل يعرف كل كبيره وصغيره تحصل بيني وبين عبد الله بن شايق، وكذلك محمد بن شايق. ثم حجزوا لي، سووا لي حجز يوم الاربعاء والعوده يوم السبت على نفس الحفله هذه. وكان ما ناخذ اولا ما نبي على مستوى اني ياخذ فلوس، وعبد الله بن شايق كان ما ياخذ ذاك الوقت ولا اخذ عبد الله بن شايق. انا احب اقول ذا الكلمه اللي يمكن الناس اكثرهم ما يدرون عنها. في نقطه اكثر الناس ما يدرون عنها. وش معنى عبد الله بن شايق؟ لعبه. تفضل. اول ما اخذ المكافآت عبد الله بن شايق عن طريق سعيد بن زهره. انا اتكلم الان على الهواء مباشره، واتكلم اول ما كان ياخذ. نعم انا اتكلم على الهواء مباشره واتكلم كلام موثوق. ما كان ياخذ ولا ما كان يعطونه اصحاب لا كان يرفض انه ياخذ المبلغ المادي. فجالي دعوه من قطر في احتفال نادي الريان عن طريق ابن عمي الشيخ حامد ابو جلوي والشيخ جار الله بن محمد بن زهره في قطر. جت الدعوه عن طريقهم وكلموني قالوا احنا نبغى عبد الله العير وعبد الله بن شايق وفرح القرقاح ومحمد بن مشيط. هم عزموا محمد بن مشيط عن طريقهم، وانا كلفوني بهؤلاء الشعراء واتصلت عليهم وبيني وبينهم اخوه وعلاقه، ومشينا القطر وخلصنا الحفل من نادي الريان. وجاني اللواء ناصر بن فرحان الحبابي بالمظاريف في كل ظرف 10,000 ريال سلمتها لهم انا يا سعيد بن زهره. لان اتكلم الان اتكلم من صدق، واتكلم شيء ما هو قال فلان ولا قال فلان، اتكلم وانا على الهواء مباشره امام الجميع. وقال عبد الله بعدها عبد الله بن شايق استمر، صار ياخذ المكافآت وصارت عنده شيء عادي مثل الشعراء. وحصل بيني وبينه بعض الكلام انه ما هو غير والشعراء غير، يجب انه ياخذ المكافآت وانه يستمر. سعيد بن زهره هو اول من عن طريقه اخذ عبد الله بن شايق رحمه الله عليه مكافأة نظير لعبه في المحاورة. نعم. ولا
انا اتكلم قد مات عبد الله بن شايق، ولكن اللي كان موجود ويعرف الكلام هذا انه صحيح، اللي موجود منهم باقي ضويحي بن ظافر الحواصله ابن عمه، وهو يعرف الكلام هذا اللي يقول. يصدق ان شاء الله يا ابو. لا بس ان اكثر الناس يقول كلام. كم كان التاريخ؟ اي نعم. التاريخ كم كان؟ كان التاريخ عام 19، في عام 19، لكن اي شهر والله يا ابو نايف اني ما ادري. انا تعينت في 1/6 جميل، اهم شيء انه العام 1419، والكلام ما بين شهر 6 الى رمضان، يعني هي 8 هي 7 هي 8 في عام. وين تعينت؟ ها؟ تعينت في المعهد في الرياض، كان متعين في 1/6/419. طيب، هل هذا كان سبب؟ أنا كنت بطرح سؤال، ليش بن شايق مقرب بن زهرة خاصة من شعراء قحطان؟ هل هذا كان سبب لأنه عبد الله بن شايق رحمة الله عليه قرب ملاعبك معه واحتوائه لك؟ يعني أنت متفرد بين شعراء قحطان، بالعكس هو ملاعب قليلة مع شعراء قحطان. أنت ما لاعبين قليله مع شعراء قحطان وكلنا نلعب مع بعض، لكن المشكله الحفله اللي نجي فيها يصير معنا شعار من خارج القبيله، صعبه انك تلعب مع ابن عمك وفيه شعراء مدعوين للحفله ولهم الحق. ولا ترى احنا ما بيننا اي خلاف، شعراء قحطان كلهم. أنا أتكلم عن ملاعبك مع عبد عبد الله بن شايق. عبد الله بن شايق كأخوة وصداقة خاصة، وهذا شيء راجع لأبو شايق رحمة الله عليه، حتى أني يدعيه للحفلات في الجنوب على طول ما يعتذر، وإن حد دعاه غيري يعتذر، وهذه شيء راجع له. يرسل لي بيتين رحمة الله عليه ويقول له: لاك يا سعيد بن زهرة وشرواك ما كان كثرت المشاوير لبها، أحب منها رحلة حول تبراك وممسا على نار قليل حطبها. الله. قلت إن جيت أنا يا طيب الفال حياك في الديرة اللي بك تباشر عربها، وإن غبت يا عبد الله يرعاك وناس يحبونك تحمل عتبها. رحمة الله عليه رحمة واسعة. لو قلت لك في دقيقة أو دقيقتين عبد الله بن شايق لا يمكن أنه يختزل أو يجتزأ في دقيقة أو في، لكن لو قلنا أعطينا الخطوط العريضة، أعطينا شيء ما يعرفه الجمهور عن عبد الله بن شايق في دقيقة، تفضل، أو دقيقتين. أبشر. أولا أسأل الله عز وجل في هذا الليالي المباركة أن يتغمده بواسع رحمته، آمين. وأن يبدل سيئاته حسنات ويغفر ذنوبه ويغفر ذنوبنا إلى سرنا إلى ما صار إليه. عبد الله بن شايق مشينا من الرياض أنا وياه معنا 4 أو 5 في سيارة واحدة في القطر، وكان الجيب نيسان بترول قطع قصير، فالمرتبتين المرتبة الأخيرة والله 6 أشخاص، السايق واللي جنبه على الباب الأيمن، وكان 3 في المرتبة الأخيرة، وعبد الله بن شايق ركب في الشنطة ورا. الجو حار، وجاء صلاة المغرب، قلنا بنصلي إن شاء الله صلاة العشاء سوا، احنا مسافرين، إذا حلت صلاة العشاء وحنا في موقعنا تعشينا وصلينا. قال: من يضمن لكم إن بنصل نصلي صلاة العشاء، نترك الفرض يوم حل علينا الآن ويمكن يجينا علينا حادث قبل ما نوصل. فعبد الله بن شايق ما يترك صلاته، وعبد الله بن شايق له أعمال خيرية ما ودي أذكرها، أعمال خيرية خاصة أسأل الله أن يتجاوز عنا وعنا. عبد الله بن شايق له منهج غير عن جميع الشعراء، مع احترامي لجميع الشعراء، منهج عبد الله بن شايق غير. يطلع من الحفلة لا يمكن يتكلم عن بيت قاله في الحفلة، تسأل عن شاعر يعطي الشاعر الشيء اللي يليق به،
الأحسن ولا يذكر مساوي أي شاعر أبدا. هذه ميزة عبد الله بن شايق. كان عنده شعراء حاطهم في البلاك ليست ما يلعب معهم؟ ما أدري، تعرفني عن السؤال. طيب زعلوا عليك الشعار يوم قلت مغالية في الملعب هذيك؟ أبدا ما زعلوا عليك. طيب. زملاء غالين ويعرفون نيتي طيبة، ما عندي. أنت قبل شوي قلت الحجاز والملعبة في الحجاز، وأشرت إلى أنه الملعبة في الحجاز تختلف عن أي ملعبة، وأنها بمثابة جواز العبور السريع. نعم. ولكنك في أحد أبياتك وملعبتك قصفت قصف انشطاري أنت ما شاء الله عليك، تقول شعار الحجاز أجسامكم يبغى لها تعقيم ولا ياتيك من يم الحجاز إلا حجازية. ايش سالفة البيت؟ وراك على شعار الحجاز؟ أولا المسألة هو القصة. حنا حضرنا في حفل في خميس مشيط عند شيخ شمل القبائل قحطان الشيخ ابن دليل. كان في الحفلة محمد السناني ومصلح بن عياد وعبد الله بن عتكان وغيرهم من الشعراء الله يمسيهم بالخير، ذكرنا اسمهم الآن. والواجب اللي بيرحب من يكون؟ أنت الوحيد من شعراء قحطان؟ نعم، سعيد بن زهرة اللي برحب. المتعارف عليه أنت؟ نعم، هو وهذه ترى شيء حاجة متعارف عليها بين عند القبائل وعند الناس كلهم. قام محمد السناني ومصلح بن عياد ولعبوا طروق الأول، وأنا كنت ماني موجود في نفس الساحة، قريب ما شفتهم إلا يغنون الاثنين مع بعض. وزعلت وطرقت الباب مع عبد الله عتكان، وكان أنا مندفع وجاي من زعل. لو إنها اليوم كان الدعوة كلها سهلة، لكن بين جماهيري وعند ربعي وعلى أرضي ويرحب غيري، وإن كان شايف نفسه فما يحتاج إني أرد أعطيه إجابتي الآن. لكن على كل حال حصل بيني وبين عبد الله بن عتكان، وهذه الكلمة ما تعني إلا رمزية. شعار الحجاز غني عن ابن زهرة وغنينا، وأنا بقول له الآن يعني صراحة في الأونية الأخيرة ما جبرني إني أتابع المحاورات وأتواجد في الأونية الأخيرة هذه إلا أخي وزميلي الشاعر الغالي صقر سليم. صقر سليم اللي تجد جماهيره حتى من أعداء، علما ما لها أعداء، له مني ومنك جزيل الشكر والله يمسيه بالخير أبو تركي. أصر لا أني أتواجد دائما. أنا مسميه الشاعر الساحر. هذا طال عمرك، هذا طول عمرك زملائه وجماهير زملائه وجمهوره، واللي ما لهم دخل في الشعر، واللي ما يدانون حتى يكرهون شعر المحاورة، يحبون هالآدمي. فالله أن يستاهل المحبة. الله عز وجل إذا حب بشر نزل محبته على خلقه يحبونه. هذا الرجل كل مواصفات الطيب والعلوم الطيبة يا أبو نايف. أنا عرفت هذا الشخص عن قرب، وهذا الرجل حقيقة نادر في نوعه من غير قصور في جميع الزملاء. بيت أقول بعض من الشعار شاعر ورجال، الله عطاه الموهبة والرجولة، وبعض من الشعار يا ساتر الحال ما عنده إلا شعر اللي يقوله. والله أبو تركي إنه شاعر ورجال، ومن غير قصور في الزملاء كلهم شعراء ورجال. لا أحد يأخذ علي في هذا الكلمة يعني مدخل ولا. يستاهل ومدحك له الطيب طول عمرك يشوش بهالطيب ويفخر به، واللي يزعل من مدحك الصقر هذا اللي قل له طق راسك في صباح. والله يا أبو نايف فتحت البث في التيك توك عن طريق صقر سليم، كلمني وقال تابع بندر العتيبي في لقاءات مع شعراء،
وافتح بث. وانا قبل برنامج بندر العتيبي اسال الله عز وجل ان يوفقك، فانت الظهور معك او اللقاء معك في برنامجك يضيف للشعر شيء كثير. علما احنا وصلنا يعني الى مرحله يعني ما يحتاج ان انتم اللي تضيفون لي يا رجل. انا والله اقول لك بكل صراحه، انتم اللي مثلك الله يرفع قدرك، كلمني صقر وقال افتح البث وتابع شيء صراحه يثلج الصدر. وفتحت البث ولقينا القبول من بندر العتيبي له منا ومن جميع جماهيرنا جزيل الشكر والعرفان. الله يجعلني انا وياك ووالدينا واللي موجودين معنا والمسلمين اجمعين من المقبولين عند الله. والله انك عن هذا الكلام اللي اقوله، وانا ما احب المجامله. شوف الله يرحم من انا والله ما احب المجامله، وقد تحسب يقولون بعض الناس ان هذه مجامله. تراني امتن من الظهور واللقاءات مع كثير من الاعلاميين يعرفون ويسمعون الكلام هذا، ما اعتذاري عنهم قل في تقديرهم، هذا كرما منك. قد يجوز انا شخصيا الظهور دائما يملل الجماهير بالشاعر، ويجوز ان اكثر الناس نظرته لي كبيره، وفي اللقاء انقص عن نظره الناس. ما حد يدري عن يمكن اني اجيب شيء ما يليق بمقامي ولا مقامك ولا مقام والله اني صادق، ولكن اني اقول الصحيح. الرجل اللي مثلك الله يرفع قدرك ويعلي منزلتك. بالمناسبه الاخوان يقولون بندر ليش مهمش الكومنت. انا معي سعيد بن زهره وشاعر محاوره وشاعر كبير، أبرك جميع حواسي معه ومضاعف جهدي للتركيز معه، فما جعل الله لأمر ينقل بين في جوفه. لكن أنا متعارف عليه مع إخواني اللي في الكومنت أنه على الأقل الثلث ساعة الأولى من اللقاء تكون بين أخوكم وبين الضيف، فيما بعد نرجع للكومنت. بالمناسبة دخل نايف العنزي، أعتقد أنه رفيقك. سلمت. مرحبا والله مسهلا. مرحبا والله بجبران بن فزع، مرحبا بجميع الأخوة والأخوات، يا مرحبا ومية هلا. من اللي بدأ في مصلح ولا السناني اللي زعلك؟ عاد أعفني عن هذا السؤال. طيب حتى الآن يأخذون للخاطر. على فكرة من أن محمد السناني أبو تركي ترى دائما يشيد بأبو تركي، الله يمسيه بالخير، وهذا صراحة متواضع. يعني ممكن له لقاءات كثيرة وفي مجلات وهو أشاد بهذا الشخص، والله يمسيه بالخير، وهذا من ثقته في نفسه. وقد يجوز أنها إشادته بي صداقة وبحكم يقول الطيب يدمح له، الطيب يدمح له 80 زلة. هذول الاثنين بالذات ابن عياد والسناني تدمح لهم 800 زلة، ما هو 8 لو انهم ما هو هالزلات. والله شوف هذول أساتذة ولهم احترامي وتقديري، ويدرون اني احترم هذا الشخصين احترام كبير صراحه. والله اقول لك بكل صراحه، يقول لي محمد السناني والله يا سعيد انه يجيني بيت وانا اتحاور انا وياك اني ما اقدر اقولها لك. قلت والله انك تدري بتقديرك يا محمد السناني. كذلك الشيخ مصلح بن عياد، انا اعتبره هو شيخ وهو شيخ. مصلح بن عياد ذهب، وهم يجوز انا يوم تكلمت الحقيقه اني عتبت لي مكان فيه تجاوز عشان الوقت مهم معك. اي مفروض خلون ياخذ الطروق الاول وبعدين يقولون اللي ودهم. لكن هي حصلت غلطه بسيطه، وترى والله ما حصل قدام المناقشتك، لكنك حديتني لا ما فيها شيء. محاولتي انا ويا عبد الله بن حكان ابو هذا. طيب نبي نختصر شويه ابو عشان الوقت. ابو عوض يا ابو عوض الله يرحم من جابوك كلامي. اولا كنا نتكلم عن صقر سليم، مهما قلت لي عنه ما راح يعفيه من عتبنا ومن حقنا عليه في اللقاء. رايح يقول انا اقنص رمضان ويوصي انهم يتابعونا لانه والله جمهوره وانا واحد من جمهوره. نتمنى نبحر مع صقر بعيدا حتى عن الشعر يا رجل. مصلح بن عياد واحد يسولف مع رفيق له سوالف كذا على اعتبار انه لو كانوا
شعراء المحاورة رؤساء دول. فقال مصلح بن عياد الشيخ زايد، يشبه الشيخ زايد. ربعنا بس أعطوني 5 دقائق ونرجع إلى أسئلتكم، لأنه في محاور. يقول ما تطور السعيد ولا شيء جديد، الله ما بس فرد استنشأه غير. شخصيته والحنه. نعم. قال أبكن شاعر واعي وباسي شديد، وباسي شديد من ومن لقاني لقاني حفر قبره وجاب كفنه. نعم صحيح. وش هذا ابو سعد. سر محاوراتك انت وسفر دايم مصاقع؟ سفر الدغيلبي ما فيه شاعر يلعب معه الا وينجح طاروقه، ما هو سعيد بن زهره وبس. سفر الدغيلبي الحقيقه خلق وجاء على الساحه وهو شاعر محاوره، وسمعت له. انا كنت اتابع، انا تراني من اشد المتابعين له. فكان حبيب العازمي في بداياته يقول هذا شاعر وشرس وهو صغير في بادي. وسفر الدغيلبي جبل ما ينهز. مع بدايته وهو صغير سن تصادم مع عبد الله بن شايق، وصار في ذاكره عبد الله بن شايق رحمه الله عليه. وقال هذا الشاعر رايح يشق له طريق غير طبيعي. وللتاريخ وسفر الدغيلبي اي طاروق معه لاي شاعر، ما هو سعيد بن زهره بس، اي طاروق معه لاي شاعر ناجح. تنجح طواليق سفر الدغيلبي. دور لي، انا ابغاك تبحث لسفر الدغيلبي من بدايته الى الان الطاروق في خلل مع سفر الدغيلبي. انا اقول سفر الدغيلبي مشكله يا رجل. جبل انطحت عليه اوجعك، وانطح عليك اوجعك، ودفش هو شوي. انا اشهد. للتاريخ في لقائه معي سفر قال انا وانا صغير وولد وطايش ولا اعرف بعضات، والله يرحم عبد الله بن شايك كان يتحملني يقوله رغم هجومي ورغم اندفاعي وانا شاب. هذه للتاريخ ذكرها في لقائه. وين تجد نفسك اكثر؟ عبد الله بن شايك. تفضل. سلمت. انا اجد نفسي اكثر في ايش؟ في الدفاع ولا في الهجوم؟ لا والله انا دائما تحصل في الدفاع اكثر من الهجوم. وانا والله اني احب ان الشاعر يبدا لي. لان ترى الان اكثر محاوراتي اللي موجوده ومحفوظه ويغنونها كثير من الجمهور. لان الشاعر رشيد الزلامي رحمه الله عليه يقول شاعر لعبت معه في المزاحميه وقلت له بيت اقول الظاهر ان السلامي جاوز ال90 وخس الاعمار من 90 ل 100. فسرينا والجمهور يغنون بذا البيت، فمسكني بيدي وقال يا بن زهره ابشرك بشرى انك شاعر. قلت كم قدر لي يا ابو جميل علشان اكون تبشرني طال عمرك الان؟ قال والله يا شاعر ما يسري الجمهور يغني له بيت ما هو شاعر. فاكثر طواليقي اللي يغنونها الجماهير كلها دفاعيه. انا اجد نفسي في الدفاع اكثر من الهجوم صراحه. انت تدافع وتسوي هجمه مرتده. لاني اذا بديت لا بالعكس، انا يلا هني اسلم يا شيخ. لا تقول يلا هني اطلع من الحفله وانا سالم وما ادري كيف سالم. ابن زهره يذكرني رشيد الزلامي قابلت ابن زهره. الله محمد يذكرني رشيد يذكرني الزلامي. والزلامي بني قحطان ما يجهلونه. صحيح. وش رديت عليه؟ وانت ذكرتني باسمني حط ابن شايق عسى الله يرحمه تعرفونه. هذا محمد العازمي. عد عليه. شق الطريق. وانت شق طريق. عيد يقول وانت ذكرتني باسم يحطم الاسامي. ابن شايق عسى الله يرحمه تعرفونه. محمد العازمي يا ابو نايف، ترى ما هو علشان محمد العازمي ذكرني او صارت طوالقي معه في قاف الرياض او في هذا او دائما محاوراتي مع محمد العازمي. محمد العازمي شق له طريق بدون مساعدات.
ابدا. في شعار اكبر منه سن ما طلعوا الا عن طريق برامج او عن طريق. ومحمد العازمي ترى كان في بدايه محمد العازمي ملقوف الله يمسيه بالخير، وكان شراسه ما يبدا بها شاعر. فشق الطريق وتعدى الحواجز ابو شامخ ووصل للمكان اللي يبغاها وبالتوفيق. يستاهل. انت عندك مشكله دائما في الملاعب وفي الترحيبه وعدم الترحيب. في الطاروق لك وملعبه قمت وطلبت سفر، وقام الشاعر نعم. القدير والكبير سوار الذهب وكسر الطاروق وقال له بيتين وطلبك، وجيت وقلت ما هم من حقك يا عبد الله انك تغير الطاروق، انا هنا صاحب الحفل وانا المضيف، ولكن تقديرا لك ولانك ضيف نبي نتحملها وبالهم. ايش السالفه؟ اول حاجه يا ابو نايف، الله عز وجل اللي دلني على هذا المنهج. وفي الاونه الاخيره كثير من جماهيري يدري ان عندي القدره في الرد على هذا الشاعر. لو اني مسكت طاروقي وانا طالب سفر الدغيلبي بالاسم، وقام سوار الذهب عبد الله الميزاني الله يمسيه بالخير، الشاعر قدير وشاعر، واحب ابين بيت يقوله، بيت السلطان الجلاوي، اخذه بطريقه خطا. الجلاوي يقول ان هو الجمل فيه نهود، خطا. هو يقول انت جمل بس فيك الهود هذه تختلف عن هذه. نعم. سمعت انه قال هذا البيت وانا ودي اني كنت معي مداخله معه ولا كلمه على اساس اوضح له بيت سلطان الجلاوي شاعر ولا هو قال اني كلمه اللي هو قالها. فعلى كل حال انا رحبت، واذا يبغى يغير الطاروق ولا يكسر الطاروق يرد علي على الاقل. ولكن هذا الشاعر بس فهمني انا عارف نيته يفكر. ابو عوض بس فهمني ايش دخل الجلاوي؟ سمعت سوار الذهب قال البيت هذا، قال البيت هذا يقول بعض الشعراء او انه وذكر البيت، والبيت اعرف يعني من هو. ما له دخل فيه البيت السلطان الجلاوي مع سعيد. ما لها دخل لا في لا سؤال. لا ما له دخل، بس حبيت اوضح. طيب. لا ما له دخل، حبيت اوضح النقطه هذه. لكن سوار الذهب من ضمن 8 شعراء موجودين في ساحه في زواج الشاعر علي بن حمدي، وقمت ورحبت كالعاده. بيتين قافيه سهله، طاروق عادي اقل من عادي، وطلبت فيه في البيت الثاني سفر الدغيلبي. اول شيء فاعرفه ويعرفني والامور قد يجوز. هنا جماهير غفيره، جماهير كرنفال، وقام وقال خلك عندك يا بن زهر، وكسر البيت بدون يرد علي. فانا احترام سوار الذهب واحترام للشعر والشعراء وجماهيري كونه ضيفا عندي، قلت له كلمتين فقط. قلت ما هم من حقك انك تكسر الطاروق، ولكني ما دامك ضيف فانا بحترمك وبغني. وصار لي نصيب الاسد في الطاروق حقيقه. طاروق بيني وبينه لو تابعته يا ابو نايف سمعت انا صار لي معه يعني حقيقه. ما استغرب الطاروق هذا يجي طاروق جميل. عبد الله قامه شعريه كبيره. لا ما لكن سؤالي عبد الله حتى نوصف عبد الله لكن سمعت هو ما قد لعب قبل. عبد الله بقول لك حاجه، هو في ذاك الليله لعب طاروق قبل الطاروق هذا ولا لا؟ هذا اول طاروق في الحفله. طيب من حقه يزعل يا اخي. تقوم انت وانت صاحب المحل وترحب بشاعر جاء يعني بالنظر الى تاريخ سفر يا اخي، شاب تو بادي. عبد الله شاعر كبير وقديم له سنين طالع والسفر ما طلع ولا. فمن حقه يا اخي، انا اكبر سنا واكبر خبره، كيف ما تطلبني وتطلب سفر؟ عبد الله الميزاني الكبير ولا مصلح بن عياد؟ سؤال. لا مصلح اكيد. سؤالك الان مصلح في الحفله، مصلح بن عياد ما لعب طاروق.
الشعراء 9 شعراء ما قد لعب. هذا اول طروق غنيته طلبت سفر، بحكم انا سفر الدغيلبي له مكانه شعريه غير عن الشعراء في الحفلات كلها. وانا ما طلبت سفر الدغيلبي الا ما ابغى ادخل في متاهات مع بعض الشعراء صراحه، اعرف اساليبه ويعرف اساليبي، وانا طلبت سفر الدغيلبي عادي. لكن انت كسرت عرف معروف في المحاور. هو انت أنا يطلب الشاعر الاكبر والاقدم. انا ما اعتبرها غلطه، انا ما اعتبرها غلطه. غلطتي لو اني تركت الوضع بدون طلب شاعر معين، هذه اعتبرها غلطه. ولكن سبحان الله ما يخطي، انا بشر وكان لي هدف. وبعض الشعراء انا ما اعرفه، سوار الذهب ما لعبت معه كلش، اول طاروق ان العب معه. وعلى كل حال ان حصل غلط مني فقابله سوار الذهب غلط من اكبر منه. انا هنا لا افاضل بين ولا اقارن ولا اقيم الشعراء كبار وعمالقه، انا من تلاميذهم في محبه الشعر، سوار الذهب، عبد الله الميزاني وسفر. لكن العرف المتعارف عليه في شعراء المحاور انهم يطلبون الشاعر الكبير اذا قاموا في بدايه الملعبه. فابن زهره ارتكب له كسر له عرف، ولا ابن زهره حر في حفله يطلب من يشاء. شعراء كلهم عندي، انا شفت في نظرين عندي هذا سفر الدغيلبي عندي افضل شاعر، ليش؟ خلاص من حقي اني اطلب سفر الدغيلبي. ولو كان غيري ممكن يطلب سفر الدغيلبي مثل ما طلبت سفر الدغيلبي، وانا ما اعتبر انها غلطه اني طلبته. كيف انت تبغى الناس تلتزم بالاعراف المعروفه في ساحه المحاوره وانت ما تلتزم بها؟ انت يوم جو وبدوا السناني ومصلح زعلت ولهبت اهل الحجاز كلهم، ويوم جيت وكسرت عرف هنا وعبد الله ما تقبله، تروح تزعل عليه؟ ما يصير. انا والله اني اخاف من اسئلتك دائما يا بدر. انا ما اقول، انا اقول هذا انت ما تترك بالنسبه لك كبيره ولا صغيره الا ما هذا ترى اللي حبب بك الجمهور والشعراء برضه ما يزعلون من الحق. لكن انا والله ما اعتبر غلطتي مثل غلطه غيري. انا غلطتي بسيطه، يعني ممكن غلطتي 5%، لكن غلطتهم من 50%. لكن مشكلتك انت اللي زعلت، صرت يا رجل الرمي يجي طول عمرك يشمل له البعيد والقريب اللي في المنطقه كلها. صار عليك حادث الحمد لله والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. على شعراء تهامه وعلى تهامه بعد قشطهم في قصيده. وش سالفتها؟ وصار بعدها قصايد اي نعم. لا هذه بالنسبه لها حاجه انا ما خصيت احد وتهامه من اليمن الى مكه، فصار في خاطر بعض الناس منهم شيء بسيط، وبعد ما اعتذرت منهم واتضح على البيت وعرف ان ظاهر البيت يختلف عن باطنه، سمح وطاب خاطره ولا فيه الا كل علم طيب بيني وبينهم. وهذا تهامه جزء من وطني وقبائل من قبائلي، واعتز فيهم، وهم من الناس الداعمين لي في مسابقه قلطة الوطن. يوم اتذكر لابتن بتهامه المقرحي الضيق والحياني قوم تبث الرعب في العدواني. الحقيقه ما قد قلت فيهم بيت مخل بهم، ولكن كانت المحاوره في بيشه وكان البيت هذا ظاهره يختلف عن باطنه، وكان الهدف بعيد كل البعد عن تهامه واهل تهامه، وهم على عيني وراسي. واللي جاء في خاطره منهم او ما بين لي اقدم له اشد الاعتذار، ويعتبر ان ابن زهرة اخوه، واذا في خاطره شيء يكلمني ويبشر بسعاده. ويحسب لك انك طلبت من ربعك ومن زملائك الشعراء من بني عمومتك التوقف، وقلت ما لكم دخل بكل من قصد من شعراء تهامه. انا شاعر واقدر ارد عليهم ولا اسمح لكم تردون عليهم. واجد اللي هجوك. والله طال عمرك انا ما سمعت شيء، لكن اكيد اللي هجا، لان طال عمرك انا بالنسبه لي في بعض المواضيع ماني اسمع، يجب اني ما اسمع ولا ما كان اكون في المكان اللي فيها. يجب الرجل يتحمل البني عمه، خصوصا اذا صارت من القبيله
فأنت تعرف إذا كان اللي 100 صديق في اللي 1000 عدو. سلطان الجلاوي وش أيوه بينهم دائما اللي جيتوا مع بعض تقاطعت والشر على قولتهم. مسيه بالخير ابو نايف. والله سلطان الجلاوي الله يمسيه بالخير شاعر ورجال، وما بيني وبينه الا كل علم طيب، لكن الحفله ولا المحاوره تبغى حماس، واذا تقابلت انا وياه مثل مقابله اي شاعر ثاني، لكن يصير فيها حماس لاني انا وياه دخلنا في قلطه الوطن، وكل يعرف ان حصل بيني وبينه محاوره، ومن سلبيات قلطه الوطن حاجه انها خروج المغلوب او خروج اللي ما يجي له تصويت اكثر. يجب انه ما يكون كذا، ان الاقوياء يتقابلون في النهائي، وكان انا تمنيت ان سلطان الجلاوي يبقى حتى النهائي لانه شاعر له جمهور وشاعر ترى جذب. سلطان الجلاوي افضل من شاهر العنزي وتمنيته في النهائي. لا ما هو كلمة، احنا 4 في النهائي. شاهر العنزي شاعر وعلى العين والراس، وبيني وبينه صراحة صار بيني وبينها مصادمة قوية في نفس قلطة الوطن، أقوى من القوي، ما فرق بين زملائي كلهم اللي دخلوا معي في قلطة الوطن. من هم الأربعة اللي في النهائي؟ في النهائي أنا وشاهر، واعتقد سالم الشلاحي وطلق زارود، الله يمسيهم بالخير. من اللي تبي توخر وتجيب الجلاوي مكانه في النهاية؟ ما هو بكلمة هذا كله ترى اللي أجمع عليه اللجنة والجمهور ان سلطان الجلاوي يجب انه كان استمر في غير سلطان الجلاوي واجد 24 شاعر اللي في النهائي 24 شاعر من ضمن سلطان الجلاوي، لكن سلطان الجلاوي لا يزال في الذاكره انه شاعر له مكانته، شاعر وراه قبيله من اعظم القبائل، يعني ما هو على اساس ان بندر العتيبي انك عتيبي، لا والله انا اقول تبغى اهل الوقفات واهل الجمايل اللي تحقق 7 المستحيلات، عتيبه الهيله زحول، عتيبه الهيله رجال الفعايل اللي من غير ذم في جميع القبائل، عتيبه الهيله زحول المهمات، وراه قبيله يعني تخوف. ارفع لك عقالي الله يرفع قدرك، واقول ما عليكم زود، واقول كمان ان الشعر وانا اخوك هو قبيلته وحده، والانتماء للشعر هو ما هو تخليا عن القبيله، لكن الشعر لانصاف الشعر يجب ان نتجرد من المعايير الاخرى، القبيله او الصداقه او الرفقه او القرابه، ونحكم للشعر ذاته. صحيح. احنا الان احنا في الوقت الحاضر في هذا الدوله وفي معها الحكام اللي نسال الله عز وجل ان يجزاهم عنا خير الجزاء، صرنا قبيله وحده، صرنا اخوان، ويجب علينا جميعا نمتنع عن الحزازيات وعن الامور اللي تثير الفتن او تذكير ببعض الامور، فكل عنده خير وكل عنده افعال طيبه. محاورة ما تصلح بدون خلافات. شوف الاسئله لا كلهم في خلاف بين سعيد بن زهره والهاب، في خلاف بين سعيد بن زهره وفلان، بنختصرها. ما الخلاف عنده خلاف مع احد من الشعراء؟ ابدا لله والله ما عندي خلاف مع زميل من زملائي كلهم، واكيد انك بتاخذ معهم لقاءات وبتسمع، والحمد لله انت اللي يسلم منك سالم يا رجال. بالعكس انا علاقتي مع زملائي طيبه. طيب لماذا لم يشارك سعيد بن زهره في المسابقه الاعظم والاكبر جائزه الملك عبد العزيز في نسختها الاولى والثانيه؟ انا شاركت لي في مسابقه ولا يجب اني اشارك في المسابقات الثانيه، خلاص حصلت طيب. لي على مركز مرموق وارجع اخرب ماضي؟ لا بالعكس، ولا دعيت ويمكن اني ما اجيب فيها 1 على 10، ليش اخرب احرق لي صفحه سويتها؟ لا بالعكس، انا خلاص خذيت جائزه ومن اكبر الجوائز في الخليج، فيجب اني اترك الفرصه لغيري اولا، وثانيا احافظ على نفسي. انا محتمل ما اجي في هذا المسابقه شيء. طيب شاعر المعنى والحاصل على سيف المعنى اللي يمسيه بالخير، الشاعر القدير والعزيز والكبير خلقا وشعرا وتعاملا، ابن شديد، محمد بن شديد
محمد شتيد. اي نعم. اخذ شعرا معنا، ولا كان له فيما بعد تواجده ما هو بحجم هذه الجائزة وتغلبه على شعراء كبار وتسيده في مسابقة يعني لا تحكيمها ولا زملاء المشاركين، متكاملة وحريقة في كل شيء. ثم اختفى، ما صار ظهور مواكب أنا أقول لك بالنسبة لهذا الشاعر، هذا من كبار الشعراء. أنت حقيقة بتأيدني على هذا الكلام، شاعر بمعنى الكلمة، شاعر معنى، شاعر جزل. ومحمد شتيد غني عن شهادة ابن زهرة ولو شهادتي فيه مجروحة. محمد شتيد فيه طبيعة لا يمكن أنه يطرد وراها الحفلات ولا يترجى أحد حطوني فيها الحفلة ولا حطوني. محمد شتيد عنده عزة نفس، وهذه من ميزة الرجال. ومحمد شتيد متواجد الآن في الحفلات، أكثر الحفلات متواجد فيها محمد شتيد، وزملاء الحقيقة ما يملون من محمد شتيد. لو تقول محمد شتيد معك يفرح أكثر الزملاء، ولكن ما هو بحجم شاعريته. أنا أتكلم ما هو بحجم شاعريته. هذا السؤال مفروض أنه يوجه لمحمد شتيد، وأنا عندي قناعة محمد شتيد لا يمكن يبتعد عن الحفلات إلا بظرف معين. ومحمد شتيد من أعظم شعراء قحطان صراحة، في نجد ولا في الجنوب مطلوب في كل حفلة. أنا يجي حفلات ويكلفوني بكلام من محمد شتيد، أحيانا يعتذر محمد شتيد يقول والله عندي ارتباط، وعاد الله أعلم وش ارتباطاته، مرة يوافق ومرة يقول عندي ارتباط. خاف انه نصوب مثلك يوم اخذت الجائزة الأولى. تم؟ أقول أخاف انه نصوب مثلك يوم اخذت جائزة. والله ما أدري، هذا السؤال اتركه لابو شديد، الله يجعل في صحة دائمة، هذا أهم شيء. هو رجل وفي، لا في الاتصالات مع زملائه ولا في الوصول ولا في الواجبات اللي تجي عند زملائه. صدق. قبل يومين طلبت رقمك من أحد زملائك، وأرسل لي بطاقة أعمال ومخزنه عنده أسد قحطان ابن زهرة، الله يرفع قدرك وقدره. فرجعت، هو والله ما هو من اللي يحبون الألقاب ولا لكن لما يكون إبراهيم الشيخ مخزن اسمك عندك كذا، فهذا له دلالات كثيرة. إيش حكاية الأسد قحطان؟ أولا أنا الحقيقة ضد الألقاب هذه، لأنها ما تضيف للرجل شيء. اسم الرجل هو أكبر من اللقب، وأتمنى أن يكون اسمي أكبر من لقبي، ولا يكون ويقدم عليه حتى كلمة شاعر، لأني اسمي هو اللي يرفع مكانتي، ما يرفع اللقب أحد. أنا في المسابقة في قلطة الكويت، قلطة سلطان في الكويت، كان فيها أحد نواب مجلس الأمة عندهم اجتماع مع الشيخ ومع مبارك الهاجري عضو اللجنة وزملاء. قال هذا نائب مجلس الأمة، كانوا يتابعون المحاورة، قال يا أخي طلت هذا الشخص طلت أسد، استغلها مبارك الهاجري ولقبني في المسابقة، لقبني بأسد قحطان ولقب شاهر العنزي بسيف عنزة، وكثير من الشعراء. فأخذوها الناس وأسد قحطان أسد قحطان. أنا لو تدري يا أبو نايف والله إني أتضايق من هذا الكلام لما يقولونه، ما ودي إنه يقال لي هذا الكلام. أنا يا أخي الشاعر سعيد بن زهرة يكفيني. فالحقيقة هذا من طيبهم زملائي اللي أكثرهم حصلتهم مخزن بهذا الاسم عنده. أنا أشوف أن الاسم راكب عليك بشكل، حتى شكلك هيئتك ما شاء الله تبارك الله. يا الله يجزاك خير. على قولتهم ما ظهروا جوهر راكبا عليك، إن جيت للطريق لو انكسد وإن جيت للشكل لو والله أنك أسد. ما عليك زود، ما عليك زود. أبي أسمع نظم طال عمرك. نظم؟ أنا ترى ماني بشاعر نظم لا درجة، لكنها عندي
لو تدري عندي يمكن 200 أو 300 قصيدة، يمكن إني ما أطلع لك منها 5 ولا 4، لأن قصايدي والله ماني مقتنع في بعض القصيد. لكن الساحة ككل ما هي بزي قناة الساحة. الساحة أقول أكيف مع الساحة وأشره بعض الأحيان، وأنا شاعر وأتابع الشعر وأطرب له. أكيف مع شعر الزلامي وابن جدلان، وأتابع قصيد الهاجري وأترقب له. ولافي وبالريفة وضيدان بن قضعان، يداوون كبد من غث الشعر من دبله. وكم شاعر ما جبت ذكره وفهمان، مع من ذكرت مورد للوفا حبله. ومن جانب الشعار بسم الله الرحمن، أسكر على أذني منه لا تتلف الطبلة. وكل يحس من بيته الوافي المليان، وشعره يحب حب صاحب لبله. أقول ما قطار طير بلا جنحان، ومن راد له ربك نفاد يسبب له. يحت الورق في شدة القيض من الأغصان، ولولا لهيب الشمس ما يبست الحبلة. ولولا تمان العمر ما عاشوا الفقران، ومن لا يفكر في المقادير يا خبله. يخرب على الصاحين مجموعة خبلان، خبول مع الشعار والشعر من هبله. يجوز ان تصلي لك صلاة بدون الذان، لكن من شروط الوقت تستقبل القبلة. ما دام مال الشعر عند العرب ميزان، بهون ولا عذب هله وتعذب له. ونالي مع أهل الشعر خبرة ولي ديوان، وتعلقت بتعليق عن ترمى. سلام. كفو يقول خلى الشعر ماني بشوف الشيء، مطنشة تطنيش دنياي، ولا لو أعطيه اهتمام شوي. حطيت بن جدلان في مخباي. الله بن جدلان ويطول عمره حزمي سعد. الله وهي من باب المداعبة ومن باب ويقول أتباهى باسمي الباهي وأنا المتباهي. لا تقدم كلمة الشاعر على اسمي واسمي أكبر منها. الله هذا الكلام. إيه، لا تقدم كلمة الشاعر على اسمي واسمي أكبر منها. أتباهى باسمي الباهي وأنا المتباهي. وعز الله أن اسمه يشرفه واسمه أكبر من الشعر بالفعل، وشعر أكبر من الشعر. ما في كلام. والله أني من أشد المتابعين ومن جمهور هذا الشاعر، وكذلك شاعر ما قد قابلته لكن إني أحبه في الله. والله العظيم من هذا الشاعر له عندي مقدرية كبيرة، اللي هو ماجد النصيف. ماجد ما يزل لي بيت منه أبدا. هذا الشاعر الله يستاهل أبو بالود. والله العظيم هذا الشاعر ما يدري ولا تدري أني بقول هذا الكلمة في اللقاء، لكن هذا الشاعر سبحان الله العظيم مقبول. ما تعرفه، ما تعرف عن قرب. والله ما قد شفت له صورة، ما قد قابلته إلا كان أشوفه في المقابر بس. لكن سبحان الله هذا عالق في الذاكرة. اللي قابلته كتب الأشبه تعشاري لا تقابل، يعني قابلته بيجيك حتى في النوم، بيظل دايم معك. الله يمسيه بالخير أبو. الله يمسيه بالخير بالود. برجع لأسئلة الأخوان في الكومنت لأنه باقي معنا تقريبا 11 دقيقة. السؤال المتكرر دائما مع أي ضيف، مع أي الظاهرة أنا أسمي متعب المسفر. هذا متعب تعبنا يا رجل من كثر ما نطرح السؤال. وش رايك في متعب؟ والله يا ابو نايف، متعب المسفري المفروض ما عاد حد يسال منه ايش رايك في متعب المسفري، حتى من الجماهير والمتلقي المفروض ما عاد يسال من متعب. شق له طريق و له مستقبل يمكن يصل له مكان ما وصله غيره. متعب المسفري انا اعرفه عن قرب وشهادتي فيه مجروح. ومتعب المسفري يتكلموا عنه كثير الشعراء وفطاحلة الشعراء، وهو رجال ونظيف وشاعر موهوب، وعطاه الله عز وجل قاعدة جماهيرية تخليه يصل بالسهولة. ما يحتاج ان احد يسأل عن متعب المسفري. هل تتوقع انه حيكون على الاقل جماهيرية خليفة بن شايق؟ والله احنا نتمنى ان يكون متعب المسفري خليفة بن شايق، وبن شايق فرجة كبيرة صعب ان حد انه يتعوض حقيقة. يسألونك عنه نواف العازمي الله يغفر له ويرحمه رحمة واسعة، الشاعر الكبير نواف. قول الله يرحمه رحمة الله. وهو شاعر عملاق.
عوض الشيب ما يحتاج حد، ما هو يؤخذ رايه فيني، ما يؤخذ رايي فيه. يا اخي هذا الشاعر حطه من قائمه عوض الشيب من كبار الشعراء ويؤخذ رايه في سعيد بن زهره لا شك، بس انا احطه من ضمن قائمه الشعراء اللي يمتلكون كل المقومات الا الحظ ما خدم. ما هو كلمه ما خدم الحظ، ليش؟ هذا هو الحمد لله هو متربع في ذروه الشعر، ويش عاد تبغاه يسوي؟ انا اذا قارنت شعري يا اخي بتواجده وحضوره ارى انه يستحق اكثر واكثر. والله انا عوض الشيب بس ما هو مظلوم، هو الان متربع على ذروه الشعر، وش يحتاج يعوض الشيب علشان؟ انا ما قلت مظلوم جعل ابوك الجنه، انا اقول ما اخذ بحجم شاعريته، ولا الشاعر اللي يطلق عليه مظلوم اعلاميا وحظه ما انصفه وسائل الاعلام يقولون له الكلام هذا. انا اقول له يا اخوي راح وترك الشعر يريح لك، لانك انت وسيله اعلام لا تبرز شعرك، انت وسيله اعلام الشاعر. ما في شاعر اسمه مظلوم اعلاميا. والشاعر اللي ما خدمه عاد الحظ مقارنه بشاعريته، يمتلك شاعريه اذا انا عاينت فيه لا عند الشعر، بس حد تقارنه بتواجده اقل بكثير. قد يجوز يا ابو نايف ان عوض الشيب عنده مشاغل تمنعه عن التواجد في اكثر الحفلات، بس ولا عوض الشيب لو حضر الشعر. نعم. عوض الشيب من فطحله الشعر اللي اذا حضر ما يحتاج، فهو يعني صراحه سألونك عن حمد بن سمحة. حمد بن سمحة هذا كارثه من كوارث الشعر. حمد بن سمحة وش حمد بن سمحة؟ حمد بن سمحة صاحب ال 200 بيت امام سمو سيدي الامير فيصل بن خالد. اضيف له علي البورعي. وعلي البورعي ما يحتاج، شهادتي فيهم مجروحه. علي البورعي، حمد بن سمحة، ولاحق قفران شاعر بعد ما يشق له غبار. يحيى الحياني، فيه شعراء يعني صراحه يشاد لهم بالبنان يعني صراحه. لو سالتني ونعم والله فيهم كلهم هذول بالنسبه لهم من عمالقه الشعراء. حامد بن سمحه من كوارث الشعراء في الساحه اليوم. اعتقد ان في كثافه الشعر وفي الابحار وفي المفردات ما يقارن حامد بن سمحه. يستاهل. ولا تنسى جبران فزع طول عمرك من الشباب اللي انا تعرفت عليهم والله العظيم، وهم مكاسب وسائل التواصل. هو اليوم جانا كان هو جبران فزع القحطاني. نعم. وجاء الرجل اي وكان شاطح شوي، قلت له يا ابن حال حنا الدنيا رمضان هذا العام الماضي، قال لا تشرع علي ترى في حذف يمين. اول كلام بيني وبينه فضحكت من اسلوبه، فحاط حرف شين قبل اسمه وكاتب جبران. فانا قلت هذا لقب اسمك الحقيقي؟ قال هذا اسمي جبران فزع حطاني. قلت نعم. ليش حاط حرف شين؟ قال يا بندر الحين مو بالدكتور يحط حرف تاء. قلت له. قال والاستاذ يحط حرف الف. قلت له. قال والمهندس يحط حرف ميم. قلت نعم. قال انا شاعر ما يحق لي احط حرف شين. قلت هلا يحق لكم جبران روح. هذا جبران من الشعار اللي سريع بديهه وعنده مفردات جميله. وكذلك ابراهيم المليكي، لا انسى عن الشاعر ابراهيم المليكي ما دام انك تطرقت بعض شعراء النظم. عندنا شعراء والله يا بندر يوم تسمعهم وتوجههم كلها للنظم يجيبون شيء جديد. وسعد بن جدران رحمه الله عليه يقول احنا نبغى الشيء الجديد، نبغى الابتكار. ولا الشعر موجود عند الشعراء، كلمه شاعر هذه متداوله والشعراء كثير، لكن احنا نبغى الشيء الجديد والمفردات المفيده. انا عشان ما اغفل اسئله الاخوان انا حقراها عليك، وانت والله لو تبي تعلق عليها تسوي فينا مثل حمود راح السحور علينا ذاك اليوم ما لحقنا على السحور. يسالون عن راشد السحيمي، عن علي بن حمري، عن الاشرم، عن عدوا لي شعراء الساحه كلهم، فلو نبي نتكلم عنهم والله متعبه جدا. وانا بن زهره علشان يقيم هذا الشعراء العمالقه
ابن زهرة شاعر من ضمن الشعراء، وليس سألتني منهم، هم غنيين عن التعريف. إذا نقصت من حقهم ما رفعني، وإن رفعت من قيمتهم ما رفعتني. فهذا الشعراء كلهم عندي سواسية، ومع العلم أن للناس في عينه سوى ما علته دواء، لكن هذا شعراء تمكنوا ووصلوا إلى قلوب الجماهير وأبد. طيب يا جماهيري إنكم ما تسألوني من شاعر إلا ما أعطيها أكثر من حقه بكلمة ونعم. بن زهرة، عندي أسئلة سريعة وتبي لها إجابات واضحة وشفافة وبدون ما تضيع علينا الوقت. تكفى، أنت عارفني ما عندني إلا الصحيح. يلا. شاعر لو كانت رباعية مع شاعرين من قبيلة أخرى، شاعر من قبيلتك تتمنى أنه يكون معك؟ فلاح القرقاح. نعم أبو محمد. شاعر يوم أنت رايق للمصادم ولا في الملعبة وجوك ما بجو شعر، تقول لي الله كيفني شر فلان لا يجي؟ سفر الدغيلبي. شاعر نخبوي طاروك كنت وياه للنخبة للتاريخ؟ محمد العازمي. أقول انت الشاعر اللي تراهن عليه؟ عبد الرحمن مضواح. عبد الرحمن مضواح المقرحي، ولد شاب طالع ان شاء الله له مستقبل. في تصريح لك مؤخرا، تصريح او اعلان او سميه ما شئت، اعلان تسويق للشاعر سعيد بن زهرة، وهذا حق من حقوق. انا تواصلي مباشرة مع اصحاب الحفلة وتلفوني موجود ومفتوح، وانا ما اخذ مكافأة ولا اشرط مكافأة. هل هذا تسويق للشاعر سعيد بن زهرة، أو أنه عنده رسالة ودي يوصلها، ينفي بعض الأشياء، متضرر من مكاتب مثلا؟ بالعكس، أنا ما أتضرر من أحد، لكن أنا رجال حر وجوالي شغال وتواصلي مع أصحاب الحفلة مباشرة، وإن جاني دعوة عن طريق المكاتب ما رفضتها. ولكن أنا بعض الحفلات أحضر وأعطي من جيبي أنا وزملائي، حفلات كثير، ولا لكن أنت فتحت على البحري قلت أنا ما أخذ من أحد مكافأة. لا ما قلته، ولا مستحيل انك تسمع مني هذا التصريح. انا قلت ان جاء مكافأة كثير ولا قليل، انا ماني بعض الحفلات اجيها واعطي من جيبي. قلت انا ما للاصدقاء والزملاء، شرط ماني اشرط ابدا. واصاحب حفله، انا اتكلم الان على الهواء مباشره، صاحب حفله قد قال لها بن زهره ماني بجايك الا كذا كذا، يتكلم وتحسب عليك. واذا لكن انا يا اخوي تعال ما عندي مكافاه والله بحضورك وشعرك. الفزعات باجي لو كان يبغاني اجيه في الامارات. كفو. انا باجي. لا قال لي الرجال فزعه جيته، حتى وزملائي اكثرهم ياخذ مكافآت، انا مالي وماله. وهو بيني وبينه الا ترى انه الا ترى انك وضعت زملائك الشعراء في موقف محرج؟ لا اكثر الزملاء كذا نفس الطريقه، باكثر من زملائي يحضر معي واعرف ما يشرطون، لا يشرط ويعطي من جيبه في بعض الحفلات. هذه ما فيها شك انه يعطي من جيب ابو إيه؟ ما فيها نعم. شك انه يعطي من جيبه، لا ويمكن يقوم بالحفله كامله وحق زملائه وحق نعم صحيح كل شيء. ولهب كثيره رجال عليهم حقوق ولهم حقوق، لكن في الحالات العامه هنقول في الحالات انت ممكن تحرج زملائك يا اخي. انا ماني محرجه، كل حر في نفسه. اول شيء من حقه الشاعر انه يطلب اللي يبغاه، لكن هذه حاجه تخصني انا، وانا ما خشيت انه يفسرها الجمهور انه ابن زهره والله ما عاد يجيه عزايم وحفلات، لذلك سوى مثلا تخفيضات، سوى اعلان مباشر. يقولون اللي يقولون، انا بالنسبه لي يهمني انا رايي الشخصي، ما همني كلام الناس. انت تدري يا ابو نايف الناس ما يتركون حد في حاله، لابد. لكن انا اتكلم من واقع حياه، وانا الماده عندي ما هي كل شيء، ولا في حفله نجي فيها ولا في حفله ما في حفله نجي فيها الا ما اصحاب الحفله لهم مني ومنك جزيل الشكر، الا ما يعطون الشعراء مكافآت وفوق حقهم. ويجب في كثير من الحفلات
مراعاة ظروف أهل الحفل. فأنا والله ما قد كلمت أحد من زملائي في حفلة يعنز علي صاحب الحفلة إلا ما جو ما يسألون عن المكافآت أبدا. من ضمنها حفلة بعد العيد في العيد 8 يوم 8 كلمت فالح الغنامي الله يمسيه بالخير، وكلمت فواز العزيزي، كلهم الاثنين ما سألوا عن المكافأة، كثير قليل يمكن ما أعطيهم شيء عن من الله عند صاحب يمسيهم بالخير. ولكنك عتبت على زملائك الشعراء وجلتهم في بيت ترحيبية في زواج ابنك. أنا ما عتبت على لولا المواقف ما عرفنا فلان وفلان. ما في كلام، بس من هو فلان وفلان؟ كلمة عامة يا أبو نايف ولد. أنت بالنسبة لك تبغى تنشبني مع الناس، هم عارفين أنفسهم، يعرفون أنفسهم. مع العلم اللي ما جاني من زملائي في حفلة ولدي جاء واجبهم وبيض الله وجيههم، كلهم وصلت معاونهم مع زميلي صقر سليم، واللي وصل مع غيره واللي وصلني، وأنا والله أني حطيتهم في واسع العذر كلهم. ولكن هذه من باب مداعبة للزملاء. يا أخي عجبتني الترحيب، لو وزعت وش يقول؟ والله اني ناسي يا ابو نايف. ايه مرحبا ترحيبة. ما شاء الله عليك يا ابو نايف. إيه لو توزع على الشعب السعودي والله ما ادري يا ابو. انا لو وزعت على الشعب السعودي كفته وكفو والله كفو. ما عليك. يقولون خسر في تجارته ابن زهره، والحين قال يا ولد ما عاد المحاوره، المقاولين والعمال ذولا ما عندهم. هذه ترى لي فيها موضوع. انا والله بالنسبه لي ما انشغل مع التجاره ولا فيها ابيات. يقول ما دام فيني قدرة اللت جوال، سجيت رجلي في فجوج البراري، الجيب جاهز ما نقص فيه مثقال، وادق سلفه لطرالي طواري، ودرجه في ديرة ما بها رسال، لين نمت فيها مزعجتني البواري، لا حس سياره ولا صوت جوال، ما تسمع الا نايحات القماري، لا نيب لا تاجر ولا نيب وبال، ولا معي رتبه ومنصب وزاري، من شاف شغلي قال ما عنده اشغال، وانا مع الاشغال سارح وساري، لو صار لي مشروع حطيت عمال، ولو يسرقونه كان ماني ابداري، لو ما يدخل في الشهر 10 ريال ماني مصريين حياتها مصاري، ابعد عن الجوال سجل قدم في البر يا طيبه الفال، وما قسم لك من خير من شر جاري، مع خوين خوته تشرح البال، كفو عليها من البداوه مواري، ولا تخاوي يافته بعض الاشكال اللي تداري بعضهم كنزاري. سلامك. بدور من شعراء مسرح اللي يرد عليك. صح لسانك الله صح لسانك. رسالتك بإيجاز لزملائك الشعراء. اولا النقد يا ابو نايف حاجه ما اعترض عليها ولا يعترض عليها احد، لكن النقد الهادف وتنقد الماده ليس الشاعر نفسه، الماده، لان اكثر الناس يذكر الشاعر شخصه. انت اذا ناقد تصيد للبيوت في الساحه الشعبيه كلها من جميع الشعراء ولا تذكر الشاعر، اذكر البيت اللي ما هو في مكانه نقض او فتل، والنقد ما حد يستنكره. انا الحقيقه اؤيد النقد الهادف، ولا هو شرط ان يكون متعلم الناقد. احنا لولا النقد ما خفنا على انفسنا، ولا في ساحه المحاوره ما نقدم الا شيء ما نبغاه ينقد. فالنقد شيء هادف، لكن شيء في حدود المعقول، ولا تهضم حق الشاعر اللي له مكانته. ونصيحتي لزملائي الشعراء الابتعاد عن المهاترات وعن التدخل في شؤون القبائل، لأنك احنا الآن وعينا، والشاعر المعنوي والشاعر الكلامه جزل كل يبغاه وكل يرحب به، وهذه اللي أقدر أقوله. والحقيقة إن الشعراء الآن واعين والجمهور واعي، التفسير عند الكبير وعند الصغير وعند المتعلم وعند الغير متعلم، ما يخفانا شيء. والرسالة الثانية، لا يحط في ذهنه الشاعر إذا سوى تمريرة إنه كسب الشيء الكثير، فقد يجوز يقول كلمة ما تليق به ولا تليق بزميله وتحسب عليه. أنا ضد التمريرات، علما أني أنا حريص على الشاعر اللي يغني معي عن التمريرات، ولا أحب أني أجازيه بتمريره. إذا سوى تمريره أفهمه أني فهمتك، لكن أني بترفع عنه.
بن زهرة ضد التمريرات في الشارع المحاور. نعم ضدها مرت مر. عليك كثير؟ تم. مرت عليك كثير؟ اكيد. ليش تمرر ما على حد؟ ليش ما تمرر علي؟ مرر علي وعلى غيري، ولكن انا وتمرر ما انت عليهم؟ نعم. تمرر على زملائك الشارع؟ ما مرر عليهم، ان كان سابق المده يمكن اني كنت يعني على منهج خاطئ، لكني الان ابدا. انا والله اني احاول اني احضر واقدم ماده يستفاد منها، واقدم كلام يليق بي وبمعازيبي وبزميلي. طيب، ما الضير في ذلك إذا كانت التمريرة مقبولة ومن باب المداعبة وفي لفظ وطرح مقبول؟ التمريرات كلها ما فيها مقبول. طيب، أعطيني شعراء تقول هؤلاء الشعراء يعول عليهم والمهمة عليهم مضاعفة في نقل المحاورة إلى آفاق أوسع. والله الزملاء كلهم فيهم البركة. أنا لو عديت لك شاعر قد يجوز اني اهضم حق شاعر ثاني. عطنا نشاط. كلهم نشاط، الله يعطيهم العافيه، كلهم نشاط وكلهم مقدمين شيء طيب حقيقه. قدموا ونقلوا المحاوره نقله نوعيه. بعضهم ماخذ له حوالي 15 16 14 سنه وهو يبحث عن شيء يخدم هذا الموروث، يخدم المحاوره، مثل سفر الدغيلبي. نعم مثل سفر الدغيلبي يخدم هذا يعني بالنسبه لسفر ما خدم الدغيلبي. المحاورة سفر الدغيلبي، خدم شعر النظم. لا بالعكس، خدم المحاوره وجاب بحور جديده وشيء حقيقه يشكر عليه. لكن الناس كل ناجح محارب. جاب فكره يا اخي، حاربتوا كلكم، جاب فكره في المحاوره وشبيتوا نيرانكم عليه موسم كامل. ما هذا الموضوع. المحاوره ما جاب لها، جاب لي شعر النظم، وجاب لي شعر النظم قصايد سيخلدها التاريخ. هو سفر الدغيلبي ظاهره اعتقد ما تجي كل 100 عام. الله الحقيقه والله انا اقول بكل صراحه، له مني ومنك ومن جمهوره والجمهور الواعي جزيل الشكر على ما يقدمه سفر الدغيلبي. يستاهل. هو زملائه اللي مثله. انا عندي يقين ان فيه شعراء مثله، وشعراء يقدرون ينقلون المحاوره مع مساعده له. وفي هذا الاطار اللي احنا في رؤيا سيدي ولي العهد، لازم ان نسوي حاجه تنقل المحاوره الى الافضل. ما حنا نرجع بالمحاوره الى امور يعني. وانا اناشد واكررها دائما: المحاورة موروث يستحق الاهتمام. قبل كذا كانوا يحاربون المزايل وعنصرية الآن أصبحت تلصق. لين قام لها محمد بن سلمان جعل الله يطول حياته مقام السعد وحطها على جوازنا. ألجم من لا يحب هذا الموروث أو ما يلصق في أهله التهم. الآن عودوا على المحاورة. لذلك أقول المحاورة تحتاج وقفة من محبي الأدب، محبي الموروث، المسؤولين. لأن سيدي الأمير محمد بن سلمان ما قصر بشيء. حتى أتذكر بالمناسبة وللتاريخ وأقولها، لما جاءت مسابقة الملك عبد العزيز الموروث سأل كم أكثر جوائز في المسابقات، قالوا له والله المبلغها كذا، قال دبلوه. الله يطول. فحنا نقول المسؤولين عن المهرجانات، عن الفعاليات اللي تجي في المملكة وهي أصبحت زاخرة، عطوا المحاورة اهتمام، عطوها، تستاهل المحاورة. والله أنا بقول لك يا أبو نايف، المحاورة هو اللون اللي الآن منتشر في أنحاء المملكة والخليج. صار لها مكانة وهي تستحق، ولا يقف. حنا ما نقول ادعموها، الا نقول لا توقفون ضدها بس.
لان المحاوره لون انتشر عند الجميع، صار كل حفله وكل مهرجان او كل مناسبه تقام فيها المحاوره يجي لها قبول ويجي لها محبين وجمهور، فهي ما تنقص عن الكوره. كذلك شيء. العرضه هي ثاني، انا اقول جماهير اكثر شيء عندنا في المملكه جماهير الكوره، بعدها المحاوره. نعم المحاوره كذلك العرضه والالوان الاخرى اللي تمثلنا، تمثل موروثنا، ما عاد ينطلي على الناس اصبحوا فاهمين كلمه تثير النعرات والعنصريه اللي ما يحبونها، يعني يقولون الكلام هذا ما ثارت هلبل طول السنين تقولونه. يا اخي كم صار في قاف الرياض وفي موسم الرياض من طواريق كلها مفيده وكلها من شعار عمالقه، وصار لها طابع خاص وصار لها جماهير. للامانه بما انك ذكرت موسم الرياض وقاف الرياض، انت ما جيت في موسم الرياض؟ لا انا ما جيت في موسم الرياض، ما دعوني في موسم الرياض. وقاف الرياض؟ قاف الرياض شاركت فيه، وكان فيه طاروق من اجمل طواريق قاف الرياض مع الشاعر محمد العازمي. هل طلب من الشعار انهم يسوون طواريقهم في ليل ويضبطونها؟ شاعر المحاوره لا يمكن انه يحصل ده، وان حصل هذا في من المنظمين. لا شاعر المحاوره لا يمكن انه يحصل الكلام هذا. وكانت الدليل لذلك انا كنت بقوم انا ابدا في الطاروق، وقلت علمت محمد ابو شامخ، قلت عندك لحن احسن من هذا اللحن لانه موفق صراحه بالفن، فحنا على طول في ساحه المحاوره كان عندك لحن يا ابو شامخ احسن من اللحن ذا. كانت البدايه عندي كاكبر سن، وقال البدايه عندك، فقلت إن الله يعلم عندك لحن احسن من اللحن ذا، ومستحيل ان الشاعر محاورته يا اخي بيتين. كان قاف الرياض فيه مكافآت؟ اي نعم فيه مكافآت طيبه، نعم في مكافآت، وحنا ودنا بالمهرجانات حتى لو يكون دعم لو تدفعون عليها. نعم لا يكون دعم منا، هم في حاجه ان ندعمهم، لكن المهرجان الدوله الله يعزها صراحه هيت هذه الامور، لكن اللي يعملون عليها يجب ان يكون عندهم ضمير حي، وان شاء الله ان عندهم ضمير حي. لكن اول شيء يعدلون بين الشعراء وبين بغض النظر احنا ما عندنا قبائل احنا قبيله واحده في المملكه العربيه السعوديه، لكن يعدلون في الجنوب وفي الشمال وفي الحجاز وفي الشرق لا يعدلون، ياخذون شعراء من كل منطقه على اساس انهم ياخذون الشعراء كلهم يا رجال. وش اللي يرضون الجميع؟ كم تعدهم؟ صدقت هم على الاصابع. ما كم شارك في قاف الرياض؟ 50 شاعر تقريبا. حمود اسمي يقول 15، حامد القارحي قبل قال 12، سفر قال 8 الشعراء. انت كم تقول؟ سريع. اي شعراء؟ المحاورة شعراء نخبه ولا شعراء المحاورات كلهم؟ يقول اللي يعتبرون شعراء محاورة. والله انا لو ادري انك تسالني السؤال ذا كان اخذت كشف قبل اجي وسجلت اسمائهم وعديتهم لك. كم عددهم؟ يعني عددهم والله انا ما اقدر اقول لك يعني كم عددهم بالضبط، لكن انا لو عديت من عتيبه عديت 20 شاعر في مستوى واحد، 20 شاعر من قبيله 20 شاعر من قبيله واحده في مستوى جيد، مستوى ممتاز، ما هو جيد 20 شاعر، فما بالك القبائل الاخرين في كل قبيله 5 6 شعراء. انت تبغى تنزل حقهم وتهضم حقهم، مع احترامي لزملائي اللي عدوا الكلام هذا، في اكثر من 40 او 50 شاعر. انت مطنوخ يا رجل واصوى كراس، تبي تحط جميع من تعرف حتى. لا ما هو جميع معرفة، انا اقول الصحيح، انا شعراء. طيب. يا اخي انت وين تضيع حقوق هؤلاء الشعراء الموجودين في الساحه؟ صحيح أنا أقول ما. كل ليله في الصيفيه في كل ليله يمكن يقام 5 6 حفلات، في كل حفله 5 6 4 شعراء من انا اقول الشعراء. جميع الشعراء الموجودين على الساحه، بل ويفتحوا المجال للشعراء ما وجدوا فرصه. نعم الوقت يدهم. هذا بالنسبه للكلام المفروض انه ما يصدر من هؤلاء الشعراء، بحكم اني اعرف انهم من الرجال اللي كلمتهم تكلموا عن ابو. والله هذا تصريحهم، وابن زهره معارضهم على هالتصريح مره.
ابو عوض، ما كل من طق الميكروفون شاعر، واذا طق الميكروفون مستويات، هم يتحدثون عن صحيح المتكامل. والله لا أعد لك الان من الشعراء اللي تعرف اللي تقول صح انت وتيدني عليهم، ان اعد لك اكثر من 40 شاعر. انا والله مثلك، والله ما اخلي واحد. لا والله يرى في نفسه، والله ما اذكر الا شاعر محاوره بمعنى الكلمه. طيب. ليش يا اخي؟ لا اعدد، انا قلت لك الان لو اعدد لك شعراء من قبيله معينه، اقل قبيله فيها 5 شعراء 6 شعراء 10، لكن نقول 6 5، وبينما بعض القبائل فيها شعراء كثير. وسبق تناقشت انا والشاعر محمد بن مشيط الله يمسيه بالخير، في سوالف في هذا حول هذا المجال، واشاد بشعراء ما يقارب 40 شاعر. قال وين نروح من هؤلاء الشعراء؟ ممكن تستضيفه في وقت يوم من الايام. امانه انا اقولها دائما، يعني لكل شاعر ما يميزه، وفيه شعراء حرام نظلمهم لانهم ما اخذوا الفرصه الحقيقيه حتى يثبتون ما لديهم. ابو واحد يقول قاطعته في سؤال عن خليفه بن شايق، ما قاطعته يا رجال، قلت هل ترى انه متعب المسفري خليفه بن شايق قال اتمنى ذلك وليش لا؟ نعم اتمنى ان يكون متعب المسفري خليفه بن شايق، وكل قحطان يتمنون الشيء هذا. ليه ما يكون سعيد بن زهره؟ فقدوا لا سعيد بن زهره لا هو شاعر قحطان ولا بخليفه بن شايق، شاعر من شعراء قحطان ابدا. هو اللي انا اقول سعيد بن زهره شاعر من شعراء الجزيره العربيه. رفع الله قدرك، هذه وجهه نظر. الله يطول عمرك. الله يرفع قدرك. شاكرين ومقدرين تلبيه دعوتك، رغم ان قضينا الان ما يقارب ساعه 40 دقيقه، الا انه لم نكتفي من طرح وفكر الرجل القدير سعيد بن زهره الشاعر. جزاك الله خير. أول حاجة أتمنى من الله عز وجل أني قد وفقت في الإجابة على أسئلتك الصعبة، وأتمنى أني جبت ما يليق بمقامي وذائقة المتلقي، وإن حصل مني تقصير لأني بشر أخطئ فأعتذر من الجميع، وأوجه الشكر الخاص لأخي واستاذي القدير صراحه بندر العتيبي، اللي امتعني حقيقه واستضافني في هذا البرنامج اللي طالما اتمنى اني اقف امامك لانك رجل صريح وتحب الصراحه. شكرا لجميع من سال ومن تابع، وشكرا لاخي بطل من ابطال الحد الجنوبي عوض الحبابي اللي انا ابث عن طريقه، وكذلك ونشكره بعد كذلك هاوي نت خالد الشهري، وشكرا للجميع. يا رجل انت اعطيتني اكبر مما استحق، بتطيشني الحين ادور يوم العيد اقرب. والله ما ماخذك شك في نفسك يا بندر. يا بندر انا اهنيك الله يرفع قدرك بمحبه زملائك، انت زميل يعني استاذ لنا واعلامي. الله يرفع قدرك. العفو يا سيدي. والله ان الكلام يدور حولك وبيض الله وجهك، بعيدا عن العنصريه وبعيدا عن الانحيازيه، واسئلتك وجيهه، وحاول بقدر المستطاع انك ترفع من معنويه الشاعر. الله يرفع قدرك الشاعر، واتمنى من الاعلاميين ان يحذوا حذوك. الله يرحم من جابك ويجعلنا ان شاء الله عند ظنك، ويجعلني وياك ووالدي ووالديك ومن يسمع والمسلمين اجمعين من المقبولين عند الله عز وجل.